في تصريح ناري يهز المنطقة، رمى الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري غضبه الكامل على الجزائر، متهما إياها بتسليح وتمويل بشكل رهيب وغير مسبوق الجماعات والحركات المتطرفة، خاصة حركة الأزواد، جبهة تحرير الأزواد، التي تشن حاليا هجوما عسكريا شرسا ضد المناطق والمدن في شمال مالي، بما في ذلك مدينة كيدال. أنتم جار السوء، تعطون الضوء الأخضر للإرهابيين لزعزعة استقرار إخواننا في مالي، قال تراوري في خطاب تلفزيوني، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يدعم هذه الميليشيات لأسباب سياسية تتعلق بدعمها لجبهة البوليساريو في الصحراء المغربية. الاتهامات تأتي وسط تقارير عن هجمات مكثفة في شمال مالي، حيث تسيطر حركة الأزواد على طرق رئيسية، مما يهدد العاصمة باماكو مباشرة. وأكد تراوري أن بوركينا فاسو تتضامن بكل قواها وإمكاناتها مع الأصدقاء والإخوة في مالي من أجل صد وردع المتطرفين، معلنا عن إرسال تعزيزات عسكرية فورية إلى الحدود المشتركة بالتنسيق مع الجيش المالي لمواجهة الهجمات في مناطق مثل كيدال وتمبكتو. كما دعا إلى فرض القطيعة مع الجزائر من قبل دول الجوار في الساحل، بما في ذلك المغرب والنيجر وتشاد، لعزل النظام الجزائري اقتصاديا وعسكريا. سننسق مع الجميع لإغلاق الحدود ووقف أي دعم للإرهاب، فالجزائر مسؤولة عن دم الشعوب. وأضاف مشيرا إلى أدلة استخباراتية تثبت نقل أسلحة وتمويل من قواعد جزائرية إلى ميليشيات الأزواد.